يا أهلا بيكم. هاي ازيكم؟ أنا فيفا. في فيديو من الفيديوهات اللي عملتها قبل كده حتى نموت يفرقنا ولسه بنتطلق، سألتكم سؤال مهم جدا: هل الجواز المفروض يكون حب غير مشروط زيه زي حب الأهل للأولاد؟ تعالوا يلا نتناقش في الموضوع ده. على فكرة ده مش سؤال سهل وخبيث شوية في إن احنا نرد عليه، ويختلف طبعا من نوعية الحب أو نوعية الجوازة اللي لكل واحد فيها. وطبعا إننا كلنا شفنا حب الأهل لأولادهم هو حب فعلا خاص جدا وبيستحمل حاجات كتيرة قوي، لكن هل ده فعلا ينفع يتطبق كمان في الجواز؟ ولا الجواز نوع مختلف تماما من الحب؟ تعالوا أقول لكم رأيي. خليني أقول لكم حقيقة مش هتعجب ناس كتير: الحب الغير مشروط في الجواز يدمر الجواز. هحكي لكم ازاي. احنا للأسف اتربينا على فكرة ان الحب الحقيقي يستحمل اي حاجة ويغفر اي حاجة مهما حصل، بس ده مش حب، ده احيانا بيبقى اسمه ضعف. طب يعني ايه حب غير مشروط؟ انك تفضل مهما حصل، حتى لو في خيانة، اهانة، مد ايدين، او حتى اذى نفسي، تقدروا تسموا على ده حب ولا ده فقدان حدود؟ في فرق خطير جدا، وركزوا معايا في الكلمة اللي انا هقولها. في فرق ما بين انك تحب حد وانك تسمح له انه يأذيك. حب الاهل لاولادهم غير مشروط، طبعا، وده شيء طبيعي. بس ليه؟ لان ده ارتباط غريزي لكنه مش اختيار. لكن الجواز ده زي ما قلنا قبل كده هو اختيار يومي، يعني قرار كل يوم. وزي ما اتكلمنا قبل كده الاختيار ده ليه شروط: من احترام، تقدير، امان. من غيرهم ده ما اسموش حب، ده علاقة بتستنزفك أو بتستنزفك. المشكلة بس إن إحنا كبشر بنحب دايما حد يحبنا بدون شروط، بس مش دايما مستعدين نكون النسخة اللي تستاهل الحب ده. الحب الناضج مفهوش كلمة أنا معلش بحبه فهستحمل، لكن الحب الناضج بيقول هكمل طول ما في احترام. أنا أول ما الكرامة بتقع الحب الحقيقي بيقف، وللأسف مش بيقدر يكمل. الحب الحقيقي مش تضحية عمياء. الحب كده لو غير مشروط، طب ايه اللي هيمنع الأذى؟ ما هنكمل طول الوقت. وايه الفرق ساعتها بين الحب واني اقبل اي حاجة؟ الجواز الصحي غير مشروط في الحب، لكن مشروط في المعاملة. يعني ايه؟ يعني انا بحبك حتى وانت بتغلط، بس مش هقبل انك تجرحني. انا مش بسيب بسهولة، بس برضو ما بقبلش بالأذى. العلاقة الصحية مش مبنية على التحمل، لكن مبنية على الأمان. مش استحملي عشان انا بحبك، لكن ارتاحي واطمني انا بحبك. بس الفرق انه لما يكون في غلط، في حاجات معينة بتحصل، بنواجه، بنصلح، وبنتعلم، مش نكتم ونكون فوق بعض ونكرر نفس الوجع. الحب الحقيقي مش ضد الحدود، الحب الحقيقي محتاج حدود. تقدر تحب وفي نفس الوقت تقدر تقول لأ، لأنه تاني أول ما الكرامة بتختفي الحب الصحي بيتنسف. الحقيقة إنه مش نتحب أو نحب بدون شروط، لكن الحقيقة إننا نحب بدون ما نأذي بعض، وتعيشوا حياة انتوا الاتنين تكونوا مبسوطين فيها، وده هدف الجواز. أنا فيفا. سلام.